ايوه انا اللي الطاسات بتاعتي عايزه تترمي وما ينفعش يتاكل فيها ولا بني ادمين ياكلوا فيها. مالك يا اختي؟ تعالى اهو، بسببك رميت كل حاجتي، طلعت كل الطاسات من قلب الفرن وحطيتها في قلب كيس الباسكت زي ما انتوا شايفين كده. لا حول ولا قوه الا بالله، حسبي الله. طب ما تيجوا بينا بقى نسمي الله كده ونفتح الكيس بعد ما رميت كل الطاسات، تطلع لي بقى بالشكل القمر قمر 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 ده. معقول؟ ايوه معقول. ما اقولكيش ده انا يوم ما حد يعيب على حاجتي ده انا اتحدى واتحدى الدنيا كلها. نسمي الله ونصلي على الرسول وتعالى اقول لكم حكايه الطاسات بتاعتي. لقيت لك واحده في الكومنتات كاتبه لي ايه ده في فيديو الممبار وانا بحمر الممبار، تقول لي يا لهوي هي دي طاسه تاكلي فيها؟ مالها يا حبيبتي؟ الطاسه دي عندك وعندي وعند كل الناس، كل البيوت فيها الطاسه دي. يروح قلبي. بس انا النهارده هتحداكي واقول لك يا حبيبتي انا عمري ما طلعت بالطاسات كده. انا كنت عامله اللهم بارك اللهم بارك 7 كيلو ممبار. كنت عايزه ايه يعني؟ انت شفتيش كميه الرز؟ طب تعالوا بينا بقى يلا عشان نعاند فيها ونقول لها اسكتي شويه ولمي لسانك. حطيت الطاسات كده على النار، سخنت سخنه جامده جدا، لحد ما يعني الطاسات سخنت قوي قوي قوي. وجبت بقى البصوا السحر بتاعي بصراحه اللي بينفعني في كل الازمات، هو ده يا حبيبتي، هو ده بقى اللي بيأدي ان انا اطلع لك بطاسات زي الفل زي الورد. رشيت 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 كده زي ما انتوا شايفين. هرش على كل الطاسات بره وجوه بره وجوه لحد ما تبصي كده. شايفه بينزل ازاي؟ بيتفاعل مع سخونيه الطاسه، بينزل بالحاجات اللي مش حلوه خالص في الطاسه دي. بصي بتنزل ازاي، اللهم بارك. تاتش بصراحه يا بنات هو اللي بصوا عندك بيا اللي كتبتي الكومنت ده. انا مش مسامحاكي والله العظيم، مش مسامحاكي ابدا ان انت تقولي كده. انت شفتي ايه؟ انا كنت محمره 7 كيلو ممبار في الطاسه اللي ما كانتش عاجباكي، والطاسات دي ايه اللي قدها لكده؟ عشان كنت عامله اطعام كبير قوي بس طبعا ما نزلتوش. فانت مين بقى عشان تتكلمي معايا اساسا كده؟ بصوا ارش بقى التاتش ده يا بنات على الطاسات وما اقولكوش بقى لا سحر فعلا ولا شعوذه. تاتش ما بيهزرش. بعد ما رشيت المنتج ده كده، المنتج ده مش اعلان خالص، انا بقول لكم انا بعمل ايه علشان طاساتي كلها ترجع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا كنت بجيب المناديل وبقول لك بصي لسه ما سبتهاش تتنقع مع التاتش، وبصي الطاسه عامله ازاي، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. بصي كده حاجه كده قمر قمر قمر. تعالوا بقى ناخد الطاسات دي بعد ما رشيتها الرشه الجامده دي. اول حاجه هتحطي الطاسات على النار تسخن جامد جامد جامد، بعد كده تطلعيها وهي سخنه ترشيها كلها بالتاتش كده زي ما انت شايفه. بس انا هنا كنت بوريكم انه لسه ما سبتوش يتنقع، حقها اسيبها 5 دقايق يعني تاخد وتدي كده مع الزيوت والدهون اللي موجوده دي. تمام. هنا كنت برضو بوريكم ان بصي بمنديل الموضوع مختلف قوي قوي قوي. حطيت بقى كل الطاسات كده زي ما انت شايفه في قلب الكيس ده كده، وهحكم الكيس كويس، هقفله كويس جدا. وتعالوا بقى نروح نلم كل الميه دي اللي ما اقولكوش. بص المنظر عامل ازاي، المناديل اللي راحت في حته تانية بصراحه. وادي الفوطه برضو، وده ما بيأثرش خالص على الرخامه ولا بيأثر على اي حاجه خالص خالص خالص. حتى تاتش لمعته بالفوطه. انا بصوا اكتر حاجه بتضايقني الكومنتات دي، بس كان لازم ارد عليها رد بارح يعني. بصي يعني قصفت جبهتها كده ما اقولكوش. بصي اللهم بارك. جبت بقى كده شويه مسحوق مواعين ومسحوق مواعين سائل وشويه ميه، وتعالوا بقى ادي في قلب الطاسه اللهم بارك. بصي ما بدعكش الدعك اللي هو يعني ده، انا كم نازل ومتبهدل في الصابون ومحتاسه اخر حوسه زي ما انتوا شايفين كده. بصي الطاسات بترجع جديده اقسم بالله. تاتش بيرجع لي الطاسات والحلل جداد، بيرجعهم لي كده قمر. ممكن تلاقي بقى حته ملسوعه كده دي ما تقدرش تتشال خالص بتاع، انما بيخلي لي الطاسات دي في حته تانية في حته تانية بجد. وقعر الحلل كلها بعملها بيه، كل حاجه بصراحه. ربنا يبارك لها ساميه الجمل، الهي ربنا يعني مش قادره اقولك يا ساميه، مش قادره اقولك، المركزه الوحيده بتاعتي. طيب تعالوا بقى نشوف بقى الطاسات الالمونيا اللي تغلب الدنيا كلها. بصوا لسه ما دعكتش اهو، على عينك يا تاجر.
لسه ما دعكتش. وكلنا يا حبيبه قلبي عندنا الطاسه دي جوه بيتنا، مفيش بيت في الدنيا ولا في العالم كله ما عندوش طاسه التحمير متبهدله كده. وريت لك حته تانية اهو. طب تعالوا نشوف جزء تاني، لاكون انا بحور ولا حاجه. تعالوا نشوف الجزء اللي في النص ده اهو. بصي اهو، انا بس مش عارفه املك الهدوم كانت ايه، متبهدله معايا، عايمه معايا جوه الصابون. بصي يا حبيبتي الحته اللي في النص اهو. اروح بقى ادعك حاجتي كلها. وتعالوا بقى نشوف الطاسه اللي كانت، بصوا يعني اكثر مش قادره اوصف لكم والله. ده انا مواعيني فل والله. ده انا بحب اغسل مواعيني قوي والمونيتي قوي قوي قوي. بصوا الجلخ كله طلع. جلخ ده مش ده دهون متراكمه، بقالي شهر مثلا ما دعكتهمش ولا حاجه، مشغوله. انتوا عارفين ان انا عندي ثانويه عامه يا بنات، والثانويه العامه ربنا وياهم ان شاء الله يا رب. بس بصوا بقى ادي تاتش. بصي كل اللي عليك تسخني الطاسه وتحطي، ارمي التاتش ودعكي. حطي على الطاسه على النار تسخنيها، ارمي التاتش ودعكي، تلاقي الدنيا راحت في حته تانية، حته تانية بجد مفيش كلام. هنا بصوا هوريكم اخر حته بقى واروح ادعك. وبصت بقى بعد ما مسكتهم على الحوض بقى وشمرت الدراعات بقى ما اقولكوش، وضحكت بقى حاجتي. بصي فله فله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. الحاجه رجعت جديده يا بنات. ممكن تلاقي مثلا في قاع طاسه في اهي، يعني دي فيها اهو والتانيه دي فيها. بس بجد رجعوا جداد ولا ما رجعوش جداد؟ قولوا لي بقى في الكومنتات. تسلم ايدك يا لولا. قولوا لي بتتابعيني منين، واشوفكم في فيديو جديد وسلام.